السلام عليكم. عايزة أحكي لكم النهاردة عن ملكة الجمال والأناقة ليلى شعير. صلى على النبي وكل من النبي صلي عليه، ويلا نحكي الحكاية. ليلى اسمها الحقيقي ليلى أحمد بيك شعير، مواليد سنة 1940، وعندها دلوقتي 85 سنة. ربنا يديها الصحة والعافية. ليلى باباها كان بيك رسمي، يعني مش مجرد لقب. باباها أحمد بيك شعير. ليلى اتولدت لأب مصري وأم فرنسية. عارفين الجمال ده بقى جاي منين؟ جاي من فرنسا. ليلى حصلت على لقب ملكة جمال مصر 1964. بدأت حياتها عارضة أزياء زي رجاء الجداوي بالظبط، واتجهت كمان بعد كده للتمثيل. ليلى ليها أكتر من 60 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، عدد كبير. من أشهر أعمالها عائلة زيزي، السمان والخريف، الخروج من الجنة، ونساء صعاليق. غابت ليلى فترة ورجعت بعد كده بحدوتة مصرية سنة 82 مع يوسف شاهين. اتجوزت مرتين، مرة من الممثل عمرو الترجمان، ومرة بعد كده من رؤوف أبو صبع، ومستمرة معاه لغاية دلوقتي. متعت ليلى بأناقة ملفتة طول الوقت من الشباب لغاية دلوقتي، كمان بجمال ملفت للنظر. طول الوقت الناس بتشبهها بصوفيا لورن، وبيقولوا دي صوفيا لورن العرب أو صوفيا لورن مصر. دي كانت همسة بسيطة عن ليلى شعير، وأنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم لايك وسبسكرايب عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.